Hello everyone، معاكم ميس ياسمينة teacher of English طلبات الصف الثالث الإعدادي. النهارده بإذن الله هنشرح الجرامر بتاع المنهج كله. أنا عارفة إن أنتوا طلبتوا مني الفيديو ده كتير، بس أنا كده كنت هعمله لكم، ما تقلقوش والله. طبعا أنا بحب أشوف الكومنتس، بحب أشوف أنتوا محتاجين إيه عشان أصوره لكم، بس إن شاء الله مش هنسيب أي حاجة لحد الامتحان ما نكونش اتكلمنا فيها. فالنهارده بإذن الله إحنا هنشرح الجرامر بتاع المنهج كله ونحل عليه حل سريع، انما الورك شوب بتاع الجرامر انا هنزله لكم، او هنبتدي بقى نحل محافظات على طول. يعني احنا شرحنا الكلمات كلها وهنشرح الجرامر النهارده. وفي حاجه كمان، في ناس بتدخل تطلب مني فيديوز انا اصلا مصوراها، فبعد اذنكم ركزوا شويه مع المحتوى اللي انا بنزله علشان يعني يجي لك كل حاجه. يعني في ناس طلبت دخل تطلب مني سؤال comprehension القطعه وسؤال الدايلوج المحادثه، وانا منزله الدايلوج في فيديو منفصل ومنزله الباراجراف والقطعه في فيديو منفصل، وعامله لكم مراجعه سكيلز على الباراجراف والدايلوج والقطعه. فاتفرجوا على الفيديوز بتاعت ميس ياسو، يعني انا بصور لكم عشان تتفرجوا. يلا نبدا مع بعض كده. وطبعا الشعار بتاعنا keep it simple، يعني خليها بشكل بسيط، ما تحاولش تعقد الدنيا على نفسك. انتوا عارفين ان انا بحب بالذات في الجرامر او في اي حاجه عموما ان انا يعني اختار لك اسهل طريقه. النهارده باذن الله هنراجع الجرامر يعني هنقول كل النقاط بتاعته، بس احنا عايزين مع بعض ايه، يعني نعمل مراجعه شامله على كل حاجه من غير ما ناخد وقت كبير، لان طبعا يعني الوقت بفلوس. يلا بص معايا كده، هنقول الدعاء وبعدين نبتدي على طول. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبعا هنبتدي بجرامر يونت 7، و النهارده هنطبق على الجرامر اللي هناخده او الجرامر اللي هنشرحه مع بعض من التقييمات بتاعه الوزاره. انا هنزل لكم فيديو منفصل في حل التقييمات كلها من الاول للاخر وهبعتها على التليجرام، بس برضو النهارده هنطبق على الجرامر من الاسئله اللي نزلتها الوزاره. فيلا كده نبدا مع بعض. طبعا انا عندي اول يونت اللي هو يونت 7 كان بيكلمني عن passive. طيب ايه passive ده باختصار؟ قال لي خد بالك ان انا في عندي نوعين من الجمله بتاعتي. ايه هما بقى؟ الجمله اللي بتكون active مبني للمعلوم. يعني ايه مبني للمعلوم؟ يعني start with the subject، بتبدا بالفاعل. يعني بص كده، انا بقول لك اهو ادي الجمله الاكتف بتاعتي المبني للمعلوم شكلها عامل ازاي؟ شكلها بادئه بالسبجكت. يعني بص كده بقول لك ايه، احمد، اوكي مثلا خلينا نقول نفس الامثله اللي شرحنا بيها الدرس عشان تثبت معايا. بقول لك احمد watches matches every day. بقول لك هنا احمد يشاهد المباريات كل يوم. وخد بالك ان في ناس فاكره ان انا عشان عندي درس الباسيف مش مهم اركز مع الجمله الاكتف. في اسئله التقييمات هوريك ان هو جاب لك في نص اسئله الباسيف جمله اكتف، وكان الحل بتاعها عادي جدا انك تحط للفعل اس علشان بس يعرف هل انت فعلا عارف تفرق بين الاكتف والباسيف ولا انت حافظ وخلاص. فانا عندي الجمله الاكتف بتاعتي او الجمله المبني للمعلوم بتبقى بادئه عندي بالسبجكت او بالفاعل. طيب امال الباسيف عندي لا، قال لي لو عايز تبني للمجهول ابدا دايما بالمفعول. بالظبط كده، انا عندي الجمله الباسيف بتاعتي بتكون بادئه اول حاجه بالاوبجكت المفعول. عشان بس عربي كمان شكله مش الطف حاجه. الناس اللي مش عارفه ايه هو المفعول، هو الشيء الذي وقع عليه الفعل. يعني الحاجة، أنا بقول لك أحمد watches matches، أحمد يشاهد المباريات، هو الفعل إيه؟ يشاهد. طب الفعل ده وقع على إيه؟ وقع على كلمة matches، يبقى هي دي المفعول، هي دي الأوبجكت. حد يقول لي يا ميس ما احنا عارفين، في غيرك مش عارف. طيب يبقى أنا عندي الباسيف بيبدأ بالأوبجكت. طيب وعندي إيه كمان؟ وعندي الفعل دايماً past participle، تصريف ثالث. طيب الناس اللي شافت الفيديوز بتاعت الشرح اتفقنا مع بعض ان انا عندي اي زمن في الدنيا وبيكون ليه passive او بيكون ليه مبني للمجهول. طيب ايه الثابت معايا؟ اول ما اجي اقول لك passive في اي زمن اقول لك ال present simple، ال past simple، present continuous، past continuous، past perfect، future simple، كل ده انا عندي اول ما اقول لك passive انا عندي حاجتين ثابتين.
هبدأ بالأوبجكت المفعول والفعل دايما تصريف ثالث، هو ده اللي ثابت معايا في الباسيف، أنا ما بغيروش. أمال إيه اللي بيتغير؟ أقول لك. قال لي اللي بيتغير اللي في النص هنا، اللي بينهم بيتغير على حسب الإيه؟ على حسب الزمن اللي عندي. يعني أنا عندي الأوبجكت والتصريف الثالث ثابتين معايا. أمال اللي بيتغير إيه؟ اللي في النص. طب في النص أنا بحط إيه؟ بحط verb to be. تعالى نفتكر معايا verb to be كده عشان عيب قوي ما نكونش عارفينه. قال لي ان انا عندي verb to be، معناه ايه يا ميس؟ معناه يكون. طيب قال لي verb to be في البريزنت في المضارع هو am او is او are. طيب امال في الباست في الماضي لا، هو was او were. يبقى تاني أنا عندي verb to be في البريزنت في المضارع هو am is are معناه يكون. طيب في الباست في الماضي هو was أو were معناه كان. طيب ويا ترى المصدر بتاع verb to be هو إيه؟ be. قلنا قبل كده إن الفعل متسمي باسم المصدر. أنا عندي مصدر verb to be. طب مصدر verb to do. مصدر verb to have. طيب نرجع تاني. بص معايا كده. أنا عندي أهو زي ما اتفقنا مع بعض، أنا في النص بحط verb to be على حسب الزمن اللي عندي. يعني إحنا الترم ده عندنا الباسيف أو المبني للمجهول في زمن البريزنت وزمن الباست. طب يلا كده أنتوا اللي هتقولوا لي. لو أنا عايزة أكون الباسيف في زمن البريزنت المضارع، verb to be هيبقى إيه؟ لسه قايلين verb to be في المضارع هو يا am يا is يا are. طب لو عايزه اكونه في الباست لسه قايلين verb to be في الباست was او were. طب ما تدينا يا ميس مثال، احنا عايزين نفهم. بص كده معايا. اول مثال هنا انا بقول لك ايه؟ انا بقول لك انا هبدا بالاوبجكت، عايزه اقول المباريات تشاهد كل يوم بواسطة أحمد. أنا عندي ده present تشاهد. طب يلا المباريات الأوبجكت matches. حلو قوي. بعد الأوبجكت أنا عايزة في البريزنت يعني am أو is أو are. طب matches دي جمع يبقى إيه؟ are. وعايزة التصريف الثالث من watched يبقى matches are watched every day by علي بواسطة علي. يبقى دي عندي اهو ادي الباسيف في البريزنت اوبجكت am is are والفعل تصريف ثالث. طيب لو في الباست بص بقى، عايزه اقول لك المباريات شوهدت امس بواسطة علي اهو matches، هبدأ بالاوبجكت برضو. طيب انا عندي دي ماضي شوهدت يبقى يا was يا were. طب انا عندي matches جمع was ولا were؟ لا were. يبقى اهو were والتصريف الثالث من watched yesterday by علي. يبقى اهو ادي عندي الباسيف في البريزنت وادي عندي الباسيف في الباست. طيب انا عشان ما اتلخبطش في الدرس ولا في السؤال ده المفروض اعمل ايه؟ المفروض تعمل الاتي. انا اول ما اشوف الجمله بتاعتي الجمله اللي الاقيها بادئه بالاوبجكت او بادئه بالمفعول تبقى على طول مبني للمجهول. طيب قبل ما تشوف الحل والاختيارات او الكومبليت او ايا كان تقول اوبجكت يعني انا قصدي مبني للمجهول، يعني انا اول حاجه هبدا بالاوبجكت والفعل تصريف ثالث وفي النص انا هحط verb to be. لو مضارع am is are، لو ماضي was were. انت بتكلم نفسك في الامتحان كده مش مهم، خليهم يقولوا ان انت مجنون، بس اهم حاجه ما تغلطش. طيب بعد كده بعد ما انا راجع المعلومات اللي في دماغي ابتدي بقى ابص على السؤال عشان ما اتلخبطش. طيب ازاي؟ تعالى هقول لك ازاي، بس في عندي بس هو جه سؤال عليها اللي هو الباسيف بتاع الموديل فيرب او الافعال الناقصه اللي هي ايه؟ اللي هي كان وشود. طيب يا ترى يا ميس دول اعمل لهم باسيف ازاي؟ انا لسه قايله لك بقى، قلت لك بقى ماضي مضارع مستقبل افعال ناقصه اي حاجه انا هبدا بالاوبجكت والفعل تصريف ثالث.
اللي بيتغير اللي ايه في النص. طيب انا اهو ادي الاوبجكت والفعل تصريف ثالث، وهنا هحط كان او should والفعل الناقص. طب انا عايزه احط verb to be يا ميس، اعمل ايه؟ هو انا عندي should وكان بيجي بعدهم الفعل ايه؟ مصدر، صح؟ طب هو مصدر verb to be بالظبط، يبقى انا اهو بعدها be، يبقى انا نفس اللي انا عملته ما اتغيرش. ادي الاوبجكت والفعل تصريف ثالث، حطيت الموديل فيرب بتاعي وجبت بعده مصدر اللي هو ايه؟ verb to be. تعالى بقى اوريك بنحل على الدرس ده ازاي. بص كده معايا، يلا ادي هي الاسئله اللي جت في التقييمات عن الدرس ده. يلا كده نبدا مع بعض. اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك that wonderful picture، يعني هذه الصوره الرائعه is drawn، رسمت. انا عندي طبعا دي تركيبه الباسيف، ادي الاوبجكت بتاعي اهو، ده الاوبجكت المفعول، وادي is verb to be والفعل تصريف ثالث، يبقى انا عندي الجمله بتاعتي passive. طيب وبقول لك حاجه ندى وجايب لك with، هو عايز يقول لك بواسطه ندى، هي بواسطه كانت with ولا كانت by؟ اكيد by، يبقى هي by ندى، بواسطه ندى. نفس الكلام many houses in coastal areas، شايف كل الجمله دي؟ كل دي هي الاوبجكت، كل دي هي المفعول. بقول لك منازل كثيرة في المناطق الساحلية space by local people. طيب عايزة أقول لك تبنى، ده باسف، أدي الأوبجكت، يبقى أنا ناقص لي am is are والفعل تصريف ثالث. طب أنا عندي بقول لك houses، منازل جمع، تبقى is ولا are؟ لا are. طب وهنا الفعل التصريف الثالث من build built، يبقى هي are built by local people، تبنى بواسطة السكان المحليين. نفس الكلام many new cars، سيارات كثيرة جديدة، دي الأوبجكت أهي. طيب space by robots in factories، حاجة بواسطة الإنسان الآلي في المصانع. عايزة أقول لك تصنع، طبعا ده باسف، أدي الأوبجكت، ناقص لي am is are والفعل تصريف ثالث. طب ثانيه كده، بقول لك cars، عربيات، مفرد ولا جمع؟ لا طبعا دي جمع، يبقى الاجابه ايه؟ are والتصريف الثالث اوعى تنساه made. عشان ما تتلخبطش في الدرس ده، اعرف ان انا عندي عشان الجمله الباسيف تبقى صحيحه I need 3 things، انا عايزه 3 حاجات، object verb to be والفعل تصريف ثالث. بص بقى my sister always space my mother to set the table. طبعا سؤال جايبهولك في نص الباسيف عشان انت المفروض تعمل ايه بقى؟ ان انت تتلخبط في السؤال ده وتبتدي ان انت تعمله باسيف. بس ثانيه واحده، انا بقول لك اختي دائما حاجه مامتي ان هي تعد الترابيزه يعني او الطاوله. طيب هو انا عندي فين الباسيف هنا؟ احنا قلنا الباسيف بيبدا بالايه؟ بيبدا بالاوبجكت، هو ده الاوبجكت، هو انا بقول لك اختي بتساعد ماما بس، يبقى انا عندي ده ايه؟ ده جمله بريزنت عاديه جدا، يبقى انا هقول لك my sister always helps my mother to set the table، هي دايما بتساعد مامتي ان هي تضع الطاوله. بقول لك ايه؟ as a popular game، كلعبه شائعه football space by millions of people every day، كرة القدم حاجة بواسطة ملايين الناس كل يوم. هقول لك كرة القدم تلعب ولا تلعب؟ اكيد تلعب، هي الكرة هي اللي بتلعب. طيب يبقى انا عندي فوتبول، انا عندي جاب لي الاوبجكت، ناقص لي am is are والفعل تصريف ثالث. فوتبول دي مفرد، يبقى الاجابه is played. بس يا شباب ادي يعني احنا هنحل موديل زي ما قلت لكم عشان بس الوقت، انما انا هنزل لكم حل التقييمات كلها. بس اللي انا عايزه اقوله لك زي ما بقول لك كده، حاول ان انت على قد ما تقدر تفصص السؤال زي ما انا بعمل كده وتشوف هو عايز ايه. مفيش حاجه بتتحل كده، يعني ده امتحان المفروض تركز. يلا جينا بعدها ل if conditionals. بص كده معايا، قال لي ان انا عندي كلمه اسمها if وبتساويها كلمه when، معناهم لو. طيب بص معايا، انت عندك في المنهج بتاعك الترم ده مديك the first و the second conditional اللي هي الحاله
الاولى والحاله الثانيه لاف. قبل ما نكمل خالص، انا عندي كلمه حالات يعني ازمنه. ازمنه اللي هي ايه؟ وقت. يعني مثلا بقول لك الحاله الاولى، الحاله الاولى دي زمن المضارع. طب الحاله الثانيه؟ لا، الحاله الثانيه دي زمن الماضي. يبقى انا عندي كلمه حالات يعني ازمنه. اجي اقول لك النهارده هناخد الحاله الاولى الاف، تقول لي يعني زمن ايه يا ميس؟ الحاله الثانيه الاف يعني زمن ايه يا ميس؟ طبعا عندنا الحاله الثالثه كمان بس مش موجوده عندك في الترم ده، وفي الزيرو كونديشنال. كلمه حالات يعني ازمنه. طيب بص كده معايا، الدرس بتاع اف او الاف كونديشنالز او حالات اف ده اكتر درس بيجي لك مباشر، والتريكس فيه سهله وهقول لك عليها دلوقتي. ليه بيجي لك مباشر؟ هو كل الموضوع ان هو بيجيب لك، انا عندي اف بتتكون من تو sentences او جملتين. هو بيعمل ايه؟ بيجيب لك جمله وعايز الجمله الثانيه، يعني بيجيب لك نص وعايز النص الثاني. ازاي؟ هوريك. بص معايا كده، تعالى الاول كده زي ما قلت لك ان انا عندي اف ثابته بتتكون عندي من two sentences او من جملتين. طيب كلام جميل. تعالى الاول نتكلم عندي first conditional او الحاله الاولى. طيب قال لي first conditional او الحاله الاولى، قبل ما اقول لك بتتكون من ايه تعالى اقول لك هي بتعبر عن ايه. قال لي هي بتعبر عن اشياء سوف تحدث في المستقبل بناء على حاجه تانية. انا مش فاهم حاجه يا مس. لا عادي، تعالى اقول لك. انا بقول لك ايه؟ لو تذاكر سوف تنجح. انا هنا بقول لك ايه اللي هيحصل في المستقبل لو ذاكرت؟ هتنجح. يبقى انا عندي شيء سوف يحدث في المستقبل بناء على حاجه تانية. والله لو تذاكر سوف تنجح. طيب كلام جميل. يبقى انا عندي اهو تعبر لي عن future events، احداث مستقبليه. طيب انا يعتبر وانا بقول لك المثال غششتك. المفروض اف هيجي بعدها ايه في الحاله الاولى؟ هو انا مش بقول لك لو تذاكر؟ تذاكر دي ايه؟ مضارع، صح ولا مش صح؟ تذاكر مضارع. طيب لما الجمله الاولانيه اللي بعد اف كانت مضارع، الجمله الثانيه قلت لك سوف تنجح، يعني الجمله الثانيه ايه؟ مستقبل. وده اللي هكتبه. بص كده في الفيرست كونديشنال انا عندي اف بتساوي when، وفي حاجة بس، أنا عندي اف أو when ممكن تيجي في أول الجملة وممكن تيجي في نص الجملة عادي جدا. أنا بقول لك إيه؟ أنت سوف تنجح لو أنت تذاكر بس، صح؟ طيب تعالى يلا نكتب اللي إحنا قلناه. يلا، هو إحنا قلنا لو تذاكر وقلنا تذاكر دي مضارع، يبقى أنا عندي اف أو when هيجي بعدها البريزنت simple المضارع البسيط. كلام جميل، هنراجع عليه سريعا دلوقتي. طيب والجمله الثانيه انت قلت لي ايه؟ سوف تنجح. سوف عندي في الانجليش يعني will، يبقى دي subject وwill او want اللي هي اختصار will not وبعدهم الانفينيتيف. طيب قول ورايا معلش اللي انا هقوله لك ده. اللي يجي بعد اف وهي في الاول يجي بعد اف وهي في النص. تاني معلش، اللي يجي بعد اف وهي في الاول يجي بعد اف وهي في النص. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ يعني انا بقول لك اللي جه بعد اف وهي في الاول اللي هو البريزنت سمبل لما تيجي في النص برضه هيجي بعدها. ادي البريزنت سمبل. طيب يبقى انا اهو عشان بس ما الاقيش حد اختار بعد اف او when will والمصدر، بالله عليكم انا بقول لك اهو اللي يجي بعد اف وهي في الاول اللي هو البريزنت سمبل هيجي بعد اف وهي في النص. تمام؟ طب وويل يا ميس هنوديها فين؟ مش هنوديها في حته اهي، هنكتبها هنا. ادي السبجكت فاعل will او want والانفينيتيف والفعل المصدر. طيب ادي عندي الحاله الاولى. تعالى يلا ناخد امثله. اقول لك ايه؟ تعالى نكتب يلا. بص كده اقول لك if she practices sport she will be fit.
بص كده، بقول لك لو هي تمارس الرياضة هي سوف تصبح لائقة بدنيا. أنا هنا بقول لك على حاجة، نتيجة هتحصل في المستقبل بناء على إيه؟ بناء على حدث هيتم. والله لو تمارسي الرياضة هتبقي أو سوف تصبحي لائقة بدنيا. طيب معلش كده عشان أطمن بس، لو أنا جبت اف أو وين في النص، يعني جبت اف هنا، يلا سمعوني بقى، اللي يجي بعد اف وهي في الأول يجي بعد اف وهي في النص، يبقى أنا هعمل إيه؟ هقول بص كده she will be fit if she practices sport. بس يا شباب يعني الموضوع no need، مفيش أي مشكلة، الموضوع مش محتاج. هنراجع بس بريف سريعة كده عن ال present simple علشان يعني في حالة إن أنت نسيته، عشان أنا واثقة في دماغكم. وبعدين طيب أنت قلت لي يا ميس إن أنا عندي في الحالة الأولى if بيجي بعدها present simple وبعدها future simple. أنا بس عايزاكي تراجعي لي سريعا كده على ال present simple أو المضارع البسيط. بص كده معايا، أول حاجة عايزاك تفتكرها قبل ما نرجع على المضارع البسيط عشان هي الدرس، he وشي وات بيجوا مع أي حاجة فيها اس. تاني حاجات أطفال، لا معلش اسمع كلام، he وشي وات بيجوا مع أي حاجة فيها اس، بمعنى أنا عندي he she it أي حاجة فيها اس هيجوا مع is was has does الفعل اللي آخره اس. يبقى أنا عندي اوعى تنسى دي، he وشي وات بيجوا مع أي حاجة فيها اس. طب وحاجة كمان إيه هي؟ أي فعل بعد verb to do مصدر. قلنا إن أنا عندي verb to do اللي هو do ممكن يبقى منفي يجي لي don't، does ممكن يبقى منفي يبقى doesn't، did ممكن يبقى منفي didn't. مالهم يعني؟ بص كده بقول لك أي، تمام؟ أي يعني فهم؟ أي فعل بعد verb to do مصدر، يعني أي مرة تلاقي عندك verb to do وعايزك تجيب فعل بعده يبقى الفعل عندي إيه؟ infinitive without any additions، ما تضيفلوش أي حاجة. ده والله اختصار ال present simple. إزاي؟ هقول لك دلوقتي. بص كده معايا، أنا عايزة من ال present simple شكل الفعل والنفي والسؤال. قال لي شكل الفعل في ال present simple يا مصدر يا منتهي بإس، بنفي يا ب don't يا ب doesn't، وبسأل يا ب do يا ب does. رد انت عليا يلا. هو احنا قلنا he she it بيحبوا الاس، بيجوا مع اي حاجه فيها اس. طب يلا كده، هو انا عندي he وشي وات مع المصدر ولا اللي فيه اس؟ لا طبعا اللي فيه اس، يبقى اهو he وشي وات. انما المصدر I we you they. طيب he وشي وات don't ولا doesn't؟ لا هيجوا مع doesn't، يبقى اهو he وشي وات. انما don't هتيجي مع I we you و they. نفس الكلام هنا هتيجي مع does. حلو، ده كانت اول اغنيه ان هي وشي وات بيجوا مع اي حاجه فيها اس. الاغنيه اللي بعدها قلنا ان اي فعل بعد verb to do مصدر، يعني من غير اي اضافات. يبقى انا don't و doesn't بعدهم مصدر، do و does بعدهم infinitive او مصدر. دي كده فيها اي مشكله؟ يبقى ادي verb ادي او ادي ال present simple. في بس اخر حاجه ولسه قايلها من شويه بس اقولها تاني، ان انا عندي verb to be في ال present هو am و is و are. am بتيجي مع I، is مع he، she it، و are مع we you و they. بس ادي ال present simple. تعالى بقى نشوف الحل على الدرس ده كان ازاي. يلا كده نحل مع بعض. طبعا انا عندي اليونت ده كمان كان فيه verbs followed by gerund و to والمصدر، الافعال اللي بيجي وراها ing والافعال اللي بيجي وراها to والمصدر. فتعالوا يلا كده نحل عليهم برضو بالمره. بيقول لك my brother asked me to stop space in the middle
of the street. طبعا انا عارفه ان الفعل عندي stop هو بيجي وراه to ing ساعات وبيجي وراه المصدر ساعات تانية. طب انا اعرف منين؟ بص بقى، قال لي stop لو جه وراه verb ing ده معناه ان هو يتوقف عن الحاجه خالص، يعني يسيبها. انما stop لو جه وراها to والمصدر دي معناها توقف لكي يفعل شيء. انا مش فاهم حاجه يا مس، بص كده معايا. انا بقول لك he stopped smoking و he stopped to smoke. ايه الفرق بين الاثنين؟ حد يقول لي مفيش فرق؟ لا طبعا. كلمه stopped smoking اللي في الاول يعني هو توقف عن التدخين، ما بقاش يدخن خلاص، اقلع عن التدخين سابه. انما stopped to smoke يعني هو مثلا كان ماشي بالعربيه او اي حاجه فوقف لكي يدخن. هو دي عندي الفرق. طب هنا بيقول لك ايه بقى؟ هنا meaning بقى معنى. بقول لك my brother asked me to stop space in the middle of the street، يعني اخويا طلب مني ان انا اتوقف ايه في منتصف الشارع. هو انا هقول له هنا توقف لكي تجري في منتصف الشارع ولا توقف عن الجري؟ يعني ما ينفعش تجري خالص في منتصف الشارع. يبقى الاجابه هنا هتبقى running. طيب بعد كده بقول لك what space you do if you don't understand the lesson. طيب يلا معايا اهو، انا عندي if. اول ما الاقي عندي كلمه if تقف انت بقى تفكر نفسك بالدرس. قلنا if بيجي وراها present simple مضارع بسيط، الجمله الثانيه will والمصدر. طب نشوف if هنا جاي وراها ايه. انا عندي بيقول لك if you don't understand. هو انا عندي مش don't والمصدر ده present simple نفي المضارع البسيط. طيب يبقى الجمله الثانيه will والمصدر. طب هو جايب لك would ولا will؟ لا طبعا، يبقى what will you do. ماذا سوف تفعل if you don't understand the lesson لو انت مش فاهم الدرس. بعد كده بقول لك if I have more time، نفس الكلام، ادي if جاي بعدها ايه؟ present simple. have ده مضارع، يبقى if I have more time لو انا عندي وقت اكتر I space read more books. طبعا انا عندي if present، الجمله الثانيه will والمصدر. بعد كده did you finish space your homework. طبعا انا عندي finish من الافعال اللي بيجي بعدها ing، يبقى انا عندي did you finish doing your homework. هل خلصت عمل الواجب بتاعك؟ في ناس تيجي تقول لي يا ميس انت لسه عماله تقولي اي فعل بعد verb to do مصدر طب ما هو اهي ادي did وجي بعدها finish مصدر. انا عندي finish هي اللي جاي وراها ing. يلا بعد كده بقول لك my mom allows me space a piece of candy after dinner. انا عندي الفعل ده مهم جدا. الفعل allow يسمح بيجي وراه object او مفعول اهو allows me تسمح لي، بعد كده to والمصدر. يبقى to have a piece of candy ان انا اتناول قطعة حلوى. طبعا avoid ده فعل مهم جدا جدا. انا عندي you should avoid يجب أن تتجنب. avoid من الأفعال اللي بيجي بعدها ing، يبقى avoid eating. If we space using oil we will have more pollution. زي ما اتفقنا بيجيب لك نص وعايز النص التاني، يا إما يجيب لك البريزنت وعايز will والمصدر، يا إما يجيب لك will والمصدر وعايز البريزنت. طب انا عندي will والمصدر، عايز البريزنت منفي، انا بنفي المضارع البسيط يا don't يا doesn't، وهيجي معاها ايه؟ don't. يبقى if we don't stop. يلا my mother always orders me عامل زي allow me. orders me ماما دايما بتأمرني. طبعا orders me بيجي بعدها to والمصدر to clean up my room ان انا انضف الاوضه بتاعتي بالليل. يلا if the train is late لو القطار متاخر I space you if present simple اهو is عشان عندي verb to be عشان الناس ايه شايفه ان ال present simple ما ينفعش يجي معاه verb to be ليه اهو. يبقى if the train is late لو القطار متاخر يبقى انا عندي if و present simple. الجمله الثانيه will والمصدر I will phone you هتصل بيك. The teacher advises the students. بقول لك المدرس بينصح الطلاب. advice بيجي بعدها to والمصدر، يبقى to study for the test. بس
ادي نوع الاسئله اللي بتيجي على اليونت اللي كان موجود عندي ده. وزي ما قلت لك الاسئله بتاعت اف بتكون مباشره جدا زي ما انت شايف كده، ما فيهاش اي حاجه خالص. جايب لك نص وعايز النص التاني. تعالى يلا نشوف الدرس اللي بعده. بص بالمره واحنا بنشرح اف تعالى ناخد سكند كونديشنال كمان، يعني هي مش في اليونت ده بس نبقى خدناها بالمره. يلا بص معايا كده. احنا خدنا first conditional وقلنا بتيجي تعبر عن اشياء سوف تحدث في المستقبل. طيب انما انا عندي السكند conditional. يلا السكند conditional الحالة التانية، واتفقنا مع بعض ان كلمة حالة يعني زمن. طالما بقول لك حالة F يعني زمن F. طب انا عندي في الفيرست كانت زمن البريزنت والفيوتشر. طب هنا لا، بص بقى بقول لك ايه، لو ذاكرت كنت نجحت. هو انا عندي بقول لك لو ذاكرت صح، يبقى الحالة بتاعتي اللي هتكلم عليها دلوقتي هي حالة الباست، الماضي. بص اهي ادي اف بتساوي when، نفس الكلام بالظبط، واف بتساوي when. بيجي بعدهم كام جمله؟ جملتين. خلاص احنا اتفقنا وقلنا اللي يجي بعد اف وهي في الاول يجي بعد اف وهي في النص. طيب قال لي اف او when هيجي بعدها، احنا قلنا ايه بقى؟ لو ذاكرت، يبقى ده ماضي، يبقى اهو هيجي بعدها الباست simple، وهنراجع عليه برضو زي البريزنت سريع. ادي الباست سمبل. طب انا عندي ماضي، هجيب will؟ لا طبعا، يبقى انا هجيب subject وبعده يا would يا could يا might، وطبعا بعد الثلاثه infinitive مصدر من غير اي اضافه. يعني ايه؟ تعالى بس نكمل هنا. احنا قلنا اللي يجي بعد اف وهي في الاول يجي بعد اف وهي في النص. ادي هنا برضو الباست simple، وهنا السبجكت وبعده would could might والانفينيتيف. طيب الفرق بين الثلاثه ايه؟ would بتيجي مع يعني التمني. يعني ايه التمني؟ بص كده، انا بقول لك مثلا if you studied hard you would succeed، كنت هتنجح. انا عندي ده تمني ايه؟ في الماضي. يا ده انت لو كنت ذاكرت كنت نجحت. يبقى هنا بيجي بمعنى تعبر عن التمني اكتر. طب كود؟ لا، كود بتعبر عن الاستطاعه. يعني اقول لك if I had money I could buy this car، لو كان معايا فلوس كنت استطعت اشتري السياره دي. يبقى بتعبر عن الاستطاعه. طب might معناها ربما، بتعبر عن الاحتماليه. يعني ايه؟ يعني اقول لك مثلا مثلا if I came earlier I might catch the train، يعني لو كنت جيت بدري اكتر كان زماني لحقت الايه؟ القطار. احتماليه، يعني ممكن وممكن ممكن لا. يبقى انا عندي الثلاثه، بس خد بالك ان الثلاثه بيجي بعدهم الانفينيتيف او الفعل المصدر مش متضاف له اي حاجه. طيب زي ما قلت لك ان انا عندي الحاله الثانيه من اف بتعبر لي عن التخيل، حاجات مش حقيقيه. بقول لك مثلا if I were a millionaire، لو انا كنت مليونير يا رب ان شاء الله، مثلا I would travel the whole world، كنت هسافر العالم كله. لا انا مليونير ولا انا سافرت، ان شاء الله هبقى مليونير وهبقى اسافر. طيب بس المهم حاليا في اللحظه الحاليه no. طيب فدي بتعبر عن ايه؟ التخيل والتمني. في اهم ملحوظه في الدرس اللي عندي ده، الا وهي انسى واز خالص في الدرس ده. يعني ايه؟ بص كده، احنا عارفين ان هي شي اب بيحب الاس وكل الكلام ده، انما في السكند كونديشنال او في الحاله الثانيه مخصوص انا عندي all the pronouns، كل الضمائر الموجوده عندي بتيجي مع where. ايه ده ازاي يعني يا مس؟ والله يعني انا هقول لك ايه؟ هقول لك I were، he were، she were. طب we you they برضو. ايه ده؟ طب ازاي يا مس يعني؟ مش فاهمه. هقول لك ليه بستخدم كل الضماير مع were، عشان اعبر ان الحاجه دي مش حقيقيه، دي الخيال. بقول لك ايه؟
if she were a millionaire. لو كانت مليونيرة. هي مليونيرة؟ لا، ده كده. فأنا عشان عندي كده بستخدم كلمة were. وخد بالك هي دي اللي ممكن تيجي التريك بتاعت if، لأن زي ما قلت لك if عندي الجمل بتاعتها ثابتة، يعني ما فيهاش حاجة. يعني زي ما احنا شفنا الجمل بتاعت البريزنت will والمصدر ده نفس الكلام. هتلاقي عندك past هتختار يا would يا could يا might اللي موجودة عندك. بس يعني هو ما فيهاش أي برضو لعب، إنما اللعب عندي في الحتة دي. وطبعا الطلبه بتتلخبط لان هي حافظه. انا عندي he was she was يا ميس اي بتيجي مع was. انا عارفه والله، بس انا بقول لك هنا في الحاله دي بس علشان بتعبر عن الخيال، فانسى was في الدرس ده، بس انساها خالص. والسؤال ده جه في امتحان الشرقيه قبل كده. ركز معايا. تعالى بقى ناخد امثله مكتوبه ونراجع على الباست برضو. بص كده بقول لك ايه. if I were rich I would buy a car. خيال، كلها ايه؟ imagination. لو كنت غني كنت اشتريت عربية. يبقى انا عندي كل دي ايه؟ خيال. تعالى بس نقسم الجملة بتاعتي. هو انا عندي ادي اف اهي، جه بعدها past صح؟ هنراجعه دلوقتي مع بعض. طالما جه بعدها past ماضي، الجملة التانية ينفع احط will؟ طبعا لا. يبقى انا هحط ايه؟ would والفعل ايه؟ infinitive. طب انا لقيت عندي would، يبقى انا هختار الباست او الماضي. دي فيها مشكلة؟ يبقى دي الجملة اهي. تعالى مثلا ناخد حاجة تاني. بقول لك ايه؟ if you studied، ماليكوا بقى كلكم. if you studied hard، ما انت لو كنت ذاكرت بجد you would أو you could مثلا، كنت استطعت pass this exam. بقول لك ايه؟ طالع من الامتحان مثلا جبت درجة تقرف، فايه المدرس قبلك فبنحب نشجعكم، فبقول لك if you studied hard، ما انت لو كنت ذاكرت كويس you could pass this exam، كان زمانك عديت من الامتحان ده ولا اي حاجة، بس انت بتحب تراكم. طيب يبقى انا عندي نفس الكلام اهو، ماضي يا would يا could يا might بتيجي مع الاحتماليه. تعالى نراجع بقى الباست عشان ما تقولش بس الميس كروتتني. عمري ما بكروت الحمد لله. بص كده معايا، قال لي الباست سمبل او الماضي البسيط. ماله بقى؟ انا عايزه منه شكل الفعل، النفي والسؤال وفيرب تو بي اللي هننسى فيه was النهارده خالص. قال لي شكل الفعل بتاعي هو V2. ما هو V2؟ يبقى انت ما اتفرجتش على الفيديوز القديمه بتاعتي. قلنا ان انا عندي اي فعل في الدنيا ليه 3 conjunctions او 3 تصريفات. يعني ايه؟ بص كده، انا عندي الفعل go، التصريف الثاني منه went، التصريف الثالث gone. كل الافعال بقى على هذا المنوال. يعني ايه؟ اي فعل عندي ما عدا المودلز بيكون ليه 3 conjunctions او 3 تصريفات. فاحنا سمينا التصريف الاول اللي بيكون مصدر V1، التصريف الثاني اللي بيكون ماضي V2، والتصريف الثالث V3 اللي بيكون دايما past participle اللي هو الفعل في التصريف الثالث. يبقى انا عندي اللي انا محتاجاه في درس الماضي هو V2، التصريف الثاني للفعل. والتصريف الثاني للفعل ده يا اما فعل يكون غير منتظم زي جو، مش بيمشي على القاعده بتاعتي، لان انا القاعده بتاعتي بتقول لي عايز تخلي المضارع ماضي حط له ايدي. طيب مين المنتظم؟ افعال زي watch زي play. الافعال دي قلت لها دي القاعده بتاعتي، قالت لي تمام وانا همشي على القاعده. يبقى watch بقت watched. طيب انا بكون الماضي ازاي؟ بكونه بالتصريف الثاني للفعل. طب الافعال الغير منتظمه بنعمل ايه؟ بنحفظها زي ما هي. طيب يبقى انا عندي زي ما قلت لك شكل الفعل في الباست سمبل او في الماضي البسيط هو V2، التصريف الثاني للفعل اللي غالبا بيكون يا منتهي بايدي يا اما irregular شكله غير منتظم بيتغير. طيب يبقى انا عندي اهو، عشان بس ايه ما اكتبش V2 وامشي، ادي الباست سمبل عرفنا يعني ايه V2. ادي الباست سمبل شكل الفعل بتاعي اهو subject الفاعل
وبعده V2 الفعل في التصريف التاني. يعني اقول لك ايه؟ اقول لك we volunteered at مثلا the community garden last year مثلا. احنا تطوعنا في الحديقة المجتمعية السنة اللي فاتت. يبقى انا عندي الجملة بتاعتي past وادي الفعل اهو في V2 او في شكله التاني. طيب نيجي للنفي والسؤال. افكرك بس اي فعل بعد verb to do yes infinitive مصدر مش هضيف له اي حاجة. طيب يبقى انا عندي هنفي بكلمة didn't معناها لم، وهسأل بكلمة did. ويلا سمعوني. أي فعل بعد verb to do yes infinitive مصدر من غير أي إضافات. ادي الماضي بكل اختصار. ادي شكل الفعل، النفي didn't والسؤال did. لو عايزه انفي الجمله دي هقول we didn't volunteer. هشيل الاي دي لان بعد verb to do فعل مصدر volunteer. اخر حاجه في الماضي وهي verb to be في الماضي. يلا هو verb to be في المضارع am is are صح؟ في الماضي was او were. هننسى was خالص في السكند conditional. في حاله if التانية أنا بستخدم مع كل البروناونز الموجودة الفعل were. ليه يا ميس؟ عشان أعبر إن الشيء اللي أنا بقول عليه خيال. في جملة مشهورة أوي يقول لك إيه؟ if I were you. لو أنا مكانك، أنت مش مكاني. so don't judge. فما تحكمش. لا بتكلم جد والله. الجملة بتاعتي if I were you I would see a doctor. يعني لو أنا مكانك بصراحة كنت هروح أزور الطبيب، لازم أطمن على نفسي. فأنا عندي if I were you. ليه استخدمت were؟ لأن أنا عندي دي خيال، أنا عمري ما هبقى مكانك وأنت عمرك ما هتبقى مكاني. طيب تعالي والله نحل على الدرس عشان عندنا يونت مليان جرامر. طبعا احنا عارفين إنه ده احنا عندنا reported speech، present perfect، present perfect continuous، وعندنا past perfect. ما شاء الله متقلقوش إن شاء الله خير. يلا الحمد لله. يلا نحل اول موديل كده، شوف ايه الدنيا. بقول لك if I space more time. قلنا 100 مره if ما فيهاش تفكير ولا ذكاء، متشكرين جدا. عندي if جايب لي نص وعايز النص التاني. لقينا will اخترنا present. طب لقينا would عايزه الباست. يبقى if I had الماضي من have had بس. if she shut the door. حد بقى يجي يقول لي يا ميس أنا عندي shut يعني يغلق صح؟ طيب بقول لك if she shut the door the thieves space into the house. حد يقول لي طب أنا عندي الفعل ده أنا أعرف منين هو past ولا present؟ ما هو الثلاث تصريفات زي بعض. ما هو لو present مضارع مش الهي والشي والات بيجي معاهم اس صح؟ في هنا اس لا، يبقى ده ماضي. ماضي. طالما ماضي يبقى أنا عندي إيه؟ بقول لك بقى if she shut the door the thieves space into the house. طيب بقول لك لو هي كانت قفلت الباب الحرامية، عايزة أقول لك إيه؟ ما كانوش هيقدروا أو ما كانوش هيستطيعوا. إيه أني واحدة عندي كانت بتعبر عن القدرة؟ couldn't. يبقى the thief couldn't break into. يعني إيه break into بقى؟ مش يعني يكسروا، لأ. break into يعني يقتحم. ما كانوش الحرامية ما كانوش قدروا يقتحموا المنزل. if he space he would have health problems. ثانية واحدة نفس الكلام. الجملة التانية would والمصدر. ما يغركش بالله عليك اللي انت عاملها لي هنا دي عشان معظم الطلبة تقوم ايه wouldn't تبقى well على طول. يا شباب ما تخنقناش بقى. يلا بصوا معايا. أنا عندي if الجملة التانية would والمصدر يبقى الأولانية كانت ايه past. طيب بقول لك if he stop smoking. أنا عايزة أنفي صح، هو جايبها لك هنا منفية. عايزه اقول لك لو لم يتوقف عن التدخين. طب الباست سمبل او الماضي البسيط انا بنفيه بكلمه ايه؟ كلمه didn't. يبقى الاجابه if he didn't stop smoking. هو لو ما بطلش يدخن. what space you do if you lost your mobile. اوعى تتخدع. بص كده ادي if، ركز لي في if جاي بعدها lost ده ماضي. يبقى الجمله الثانيه would او could او might. طيب بقول لك what you do. عايزه اقول لك ماذا
ايه هتفعل عن التمني، يبقى انا هقول لك what would you do، هتعمل ايه لو فقدت التليفون بتاعك. السؤال اهو. If there space more mangrove trees along the coast there would be fewer floods. طيب بقول لك لو ايه اشجار مانجروف اكتر على طول الساحل سوف يكون هناك فيضانات اقل. حد يقول لي يا ميس هو عايز هنا verb to be، طب was ولا were؟ لا احنا لسه متفقين مع بعض، معلش احنا لسه متفقين هننسى was في السكند conditional، يبقى الاجابه عندي هتبقى if there were، لو كان يوجد. ودي هي الاسئله اللي بتيجي زي ما قلت لك if السؤال عليها بيكون مباشر جدا، هو جايب لك جزء وعايز الجزء الثاني، اهم حاجه بس تركز في السؤال. يلا عشان نكمل، تعالوا بقى ناخد اكتر جرامر موجود عندنا او كميته كبيره يعني، يلا نخلصه وبعدين نخلص الريبورت سبيتش، مش هيبقى فاضل لنا حاجه غير الكونتراست والريزن والابيليتي ان ذا فيوتشر، ودول كلهم سهلين، بس يلا كده سمي الله معايا. طبعا let me remind you، خليني افكرك ان انت you can stop the video anytime، تقدر ان انت توقف الفيديو اي وقت، تمام؟ يعني تشحن طاقتك وبعدين تكمل تاني، يعني هي مش بان انت انا خلصت الفيديو يعني خلصت الفيديو وما استفدتش، لا وقف يعني بس بريك صغير، يكون ربع ساعه نص ساعه بالكتير. بص بقى معايا، انا عندي الدرسين الموجودين عندي النهارده، اول واحد فيهم هو the present perfect، وتاني واحد فيهم the present perfect continuous. طيب انا ليه كتبتهم جنب بعض او قصاد بعض؟ لان هما شبه بعض بشكل كبير، فاحنا هنشرح الاثنين كcomparison او كمقارنه بين الاثنين. سمي الله كده وابتدي معايا. اول حاجه انا عندي كلمه the present perfect هو المضارع التام، و the present perfect continuous هو المضارع التام المستمر. طيب بص معايا، طالما انا عندي كلمه perfect يبقى انا هيبقى عندي have و has وبعدها ايه؟ الفعل تصريف ثالث. طبعا انا عندي الفعل have و has دايما لما بيجي بعده verb تاني بيكون تصريف ثالث. وافكرك ان انا عشان اعبر عن الاستمراريه في اي زمن معين انا بحط للفعل بتاعي ing، يعني مثلا ال present continuous المضارع المستمر عشان اعبر ان الفعل ده مستمر بحط ing للفيرب. طب ال past continuous الماضي المستمر نفس الكلام، بعد was او were بحط ing. طب هنا the present perfect continuous انا عندي المضارع التام المستمر برضو هحط الفعل ing. تعالى كده نشوف بيتكونوا من ايه شكل الفعل كل واحد منهم وبعد كده نبدأ في الشرح على طول. قال لي انا عندي the present perfect بيتكون من have او has، وزي ما قلنا بعدهم بيكون ال past participle اللي هو V3 التصريف الثالث للفعل. انما the present perfect continuous بيتكون من have او has ولازم يجي بعدهم تصريف ثالث فهيبقى been وبعده الفيرب ing عشان يعبر لي عن الاستمرارية. طيب انا عندي have هتيجي مع I we you they، انما has هتيجي مع he she it، نفس الكلام. طيب نيجي بقى لأهم حاجة وهي المقارنة بين الدرسين. ايه الفرق بين المضارع التام والمضارع التام المستمر؟ خليني الاول اقول لك الاثنين بيشتركوا في ايه وبعد كده نقول الفرق بين الاثنين. قال لي ان انا عندي بص كده نختار مثلا انا مش فاكره الالوان اللي بتبان بس ما علينا. بص كده معايا، قال لي اول حاجه عندي حدث تم في الماضي وله اثر في الحاضر. نفس الكلام هنا، حدث تم
في الماضي وله أثر في الحاضر. طيب والحاجة التانية قال لي هنا حدث تم في الماضي وما زال مستمر في الحاضر، وهنا نفس الكلام قال لي حدث تم في الماضي وما زال مستمر. انا عندي الاتنين دول بيعبروا لي اللي انا كتبته باللون الاحمر ده هما اللي مشتركين فيه، ان انا عندي حاجه حصلت في الماضي وليها اثر في الحاضر. يعني ايه؟ بص كده اقول لك ايه. هقول لك مثلا اقول لك مثلا I have mended، خلينا نمشي برضو على نفس الايه الاكزامبلز. I have mended my bike، يعني انا صلحت العجله بتاعتي. My hands are dirty، ايدي دلوقتي متسخه. ده معنى تم في الماضي وليه اثر. ايه الاثر بتاعه؟ ان انا ايدي لسه متسخه. نفس الكلام I have been mending my car، my hands are dirty now، انا كنت بصلح العجله بتاعتي وايدي متسخه دلوقتي. طيب بقول لك حدث تم في الماضي وما زال مستمر في الحاضر، يعني ايه؟ بص كده بقول لك ايه. I have lived in أسوان since 2000، يعني أنا عايش في مدينة أسوان من سنة 2000. طيب وهنا I have been living in أسوان since 2000، يعني أنا عايش في أسوان من سنة 2000. الاتنين نفس المعنى، مفيش أي مشكلة خالص. طيب طالما الاتنين نفس المعنى أفرق بينهم إزاي؟ أقول لك تفرق بينهم إزاي. بص كده، طالما أنا بقول لك الاتنين شبه بعض في حاجات والزمنين شبه بعض، زي الناس اللي شافت بقى يونت 11 أو اتفرجت عليه، لازم تعرف ان انا عندي هو عارف اللي بيحط الامتحان او حتى الاسئله اللي عليه، هو عارف ان الاثنين شبه بعض، لازم يجيب لك حاجه تفرق هو ده present perfect ولا present perfect continuous. طب ايه الفرق بقى؟ بص معايا كده. قال لي ان انا عندي اول حاجه ال present perfect بستخدمه هو بس، بص انا غيرت اللون، يعني ده بس في ال present perfect بستخدمه بص عند ذكر عدد مرات حدوث الفعل. لو انا ذكرت انا عملت الفعل بتاعي كم مره، يبقى انا عندي ده على طول present perfect اللي هو have وhas وتصريف ثالث. يعني اقول لك ايه؟ I have drunk 3 cups of coffee، انا شربت 3 كوبايات قهوه. مش انا ذكرت عدد مرات الشرب؟ كم مره شربت؟ 3 مرات. طالما ذكرت عدد مرات حدوث الفعل يبقى انا عندي هستخدم ال present perfect على طول، have وhas وتصريف ثالث. يبقى انا عندي ده الحاجه اللي بيختص بيها زمن ال present perfect. قال لي خد بالك من حاجه، ان انا مع ال present perfect I don't mention time، يعني انا لا اذكر الوقت، ما بذكرش الوقت. بمعنى اقول لك ايه؟ اقول لك مثلا I have mended my car، انا صلحت السياره بتاعتي. ما ينفعش اقول yesterday ولا اقول لك مثلا last week. لو انا ذكرت الوقت بستخدم ال past simple الماضي البسيط. انما انا عندي مع ال present perfect او مع المضارع التام انا ما بذكرش فيه وقت خالص. طيب بص بقى، احنا هنا ذكرنا حاجه بيختص بيها ال present perfect المضارع التام. طب يا ميس والمضارع التام المستمر؟ قال لي ايه؟ بص كده، قال لي بيعبر عن حدث بدأ في الماضي والحدث ما زال مستمر حتى الآن. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده بقول لك ايه. انت مشغل الفيديو ده من الاول صح؟ طيب يعني ده حاجه بدأت في الماضي. طيب انا هنا حد يقول لي طب يا ميس ما هو ده حاجه بدأت في الماضي ولسه مكمله في الحاضر. لا، انا بقول لك الحاجه لسه مستمره في الوقت ده. بمعنى انت هتقول دلوقتي ايه؟ I have been، مثلا انا هتكلم عن نفسي، I have been explaining this lesson for 1 hour، يعني انا قاعده بشرح الدرس ده بقالي ساعه. هو انا خلصت؟ لا، الحدث لسه مكمل، لسه مستمر معايا. طب انا اعرف منين يا ميس؟ تلاقي كلمه still. ايه يا ميس still دي؟ still دي معناها ما زال. ما زال يعني لسه شغال، لسه الحدث بتاعي ما خلصش، انت لسه قاعد بتتفرج على الفيديو بتاعي. يبقى انا عندي ادي الفرق اهو، ادي دول بيشتركوا في ده، وانا عندي ده ال present perfect
لما اذكر عدد مرات حدوث الفعل. طيب ال present perfect continuous لا، الحدث لسه شغال لحد دلوقتي، ولازم يجيب لك حاجه في السؤال بتاعك يقول لك ان هو لسه ما خلصش، الحدث بتاعه لسه شغال. تمام؟ طيب قال لي بالنسبه للكي ووردز ان انا عندي هم مش بس مشتركين في الاستخدامات، هم مشتركين كمان في الكي ووردز. بص كده، انا عندي كلمه still بتيجي بس مع ال present perfect continuous، هي وكلمه all. اقول لك all the day طوال اليوم، all night طوال الليل. تمام؟ طيب ومشتركين في كلمه ايه؟ خلينا برضو بالاحمر، مشتركين في كلمه since منذ، وكلمه for لمده. مشتركين برضو هنا في since وكلمة for. طيب أمال إيه اللي بيجي بس مع ال present perfect؟ قال لي بيجي معاه كلمة yet، كلمة just، كلمة already، كلمة never، كلمة ever. كل دول بيجوا بس مع ال present perfect. صدقني هي دي أهم حاجة في الدرس ولازم تفهمها. قبل ما تقول لي أنا بتلخبط بين الاتنين، هقول لك إن ده طبيعي جدا، الاتنين شبه بعض. أول ما بدأت الدرس، يعني أنا الدروس عموما بشرح درس لوحده على بورد لوحدها، أنا عملت لك كومباريزن بين الاتنين عشان أقول لك الاتنين شبه بعض. بس طالما الاتنين شبه بعض، اللي شاف شرح فيديو يونت 11 هيعرف إن هو لازم في الجملة بتاعتك يجيب لك هو كلمة أو كي أنسر يحدد لك هو ده أنهي زمن بالظبط. يبقى أنا عندي أهو أدي اللي مشتركين فيه، حاجة حصلت في الماضي وليها أثر، حاجة حصلت في الماضي ولسه مستمرة. طب اللي مختلف present perfect continuous ماضي تام مستمر، يبقى أنا حاجة بدأت في الماضي ولسه مستمرة لحد الآن. خد بالك مستمرة شغالة ما وقفتش زي الفيديو ده. طيب إنما هنا قال لي لما أذكر عدد مرات حدوث الفعل، هو هنا اللي أنا هستخدم ال present perfect أو المضارع التام. طيب بالنسبة للكي ووردز قال لي since و for بتيجي مع الاتنين، يعني since و for بتيجي هنا وبتيجي هنا. طب هنا لا، هنا بيجي معاه كلمة still مازال و all، وهنا yet just already و never و ever. طيب ده بالنسبة للدرس بتاعي. طيب لو أنا عايزة أنفي، مش محتاجين بقى، يعني هو دي أصعب حاجة في الدرس. لو أنا عايزة أنفي، أنا عارفة have و has بنفيها بإيه؟ بكلمة إيه؟ بكلمة not. أنا عندي have و has بنفيها بكلمة not، هتبقى haven't أو hasn't أو hasn't. ده الدرس وهنحل عليه دلوقتي برضه هوريك. اتفضل لي زمن، ولا نخلي الزمن ده بعد ما نشرح حاجة تانية عشان ما تلخبطوش؟ اوكي ده افضل. طيب بص معايا كده، هنشرح دلوقتي، المفروض ان احنا كنا نشرح دلوقتي الباست بيرفكت او الماضي التام، بس عشان الازمنه ما تدخلش في بعض هنفصل بحاجه وبعدين نرجع تاني للباست بيرفكت بتاعي. تعالى كده يلا نشرح الدايركت والاندايركت وبعدين نرجع للدرس بتاعنا تاني. طبعا الدرس ده احنا شرحناه بالتفصيل، بس يلا كده بص كده معايا. قال لي ان انا عندي كلام نوعين، يا اما يكون كلام دايركت مباشر. يعني ايه مباشر؟ طالع من الشخص نفسه. انا بقول لك ايه؟ انا بقول لك انا احب كرة القدم. هو ده كلام ايه؟ كلام دايركت مباشر. ليه؟ لانه طالع مني انا. طيب انما الاندايركت ده كلام غير مباشر. يعني ايه كلام غير مباشر؟ انت شفت حد فقلت له ده الميس قالت ان هي بتحب كرة القدم، يبقى انا عندي ده كلام غير مباشر. ليه؟ انت نقلته على لسان شخص تاني، اسمه كلام منقول. يبقى انا عندي ادي الدايركت اهو الكلام المباشر، والاندايركت الكلام غير مباشر. طيب قال لي ان انا عندي يعني الحاجه الشهيره اللي بتحدد لي ان الجمله بتاعتي دي دايركت او ان الجمله بتاعتي دي كلام مباشر طالع من الشخص نفسه، ان انا الاقي الجمله بتاعتي دي between quotation mark او بين علامات تنصيص. لما الاقي الجمله بتاعتي موجود فيها quotations كده، يبقى انا الجمله بتاعتي دي تعتبر دايركت. الكلام اللي جواها ده هو كلام الشخص نفسه من غير ما اغير فيه اي حاجه.
طيب الدرس بتاعنا النهارده عايز يكلمني how to change direct to indirect، ازاي ان انا احول او ازاي ان انا اغير الدايركت لاندايركت او الكلام المباشر لكلام غير مباشر. طيب اعمل ايه؟ بص كده معايا. انا مثلا بقول لك ايه؟ بقول لك هنا سلمى said she I'm sorry، بقول لك سلمى said I like pizza. طيب احنا اتفقنا مع بعض الكلام اللي انا عندي بين between quotation mark او بين علامات تنصيص ده كلام ايه؟ ده كلام دايركت، هي ده الكلام اللي طلع من بقها بالظبط. هي قالت I like pizza، فهو ده الكلام بتاعها. طيب زي ما قلت لك الدرس بتاعي النهارده how to change direct to indirect. طيب اعمل ايه؟ بص كده معايا. انا دلوقتي هحول الجمله بتاعتي، تمام؟ وبعدين اقول لك الستبس اللي انا عملتها. بص كده، انا هنا هاجي اقول لك ايه؟ سلمى said that she liked pizza. طيب انا هنا الجمله بتاعتي دي انا خدت الدايركت وكده بقت جمله اندايركت. سلمى قالت انها احبت البيتزا، يبقى انا عندي انا هنا كده حولت الجمله بتاعتي. بحول الجمله ازاي؟ زي ما اتفقنا مع بعض. I have 3 steps، 3 خطوات. ادي step 1 خطوه الاولى، وادي step 2 خطوه الثانيه، وادي step 3 الخطوه الثالثه. يبقى انا عندي عشان احول من دايركت لاندايركت انا عايزه 3 خطوات. طيب ايه اول خطوه بعملها؟ اول خطوه بيكون ليها علاقه بفعل القول. يعني ايه فعل القول؟ انا بقول لك هي قالت، هما قالوا، انا قلت، ده معناه فعل القول. ماله بقى؟ بص كده معايا. فعل القول طبعا بيكون ايه؟ بره الاقواس اهو said، ده فعل القول. قال لي لو انت لقيت فعل القول بتاعك say أو says أو said، سيبه زي ما هو، ما تغيروش، ما تعملش فيه أي حاجة، سيب الفعل زي ما هو. طيب أمال يا ميس أعمل إيه؟ قال لي بقى لو أنا لقيت الفعل بتاعي say to أو says to أو said to، أعمل إيه ساعتها؟ بص كده، أنا عندي لو لقيت الفعل بتاعي say to أنا هخليها إيه؟ خليها tell. طب لو لقيته says to خليها tells. طب لو لقيته said to، لا الماضي بقى، خليها told. وخد بالك إن told لازم يجي بعدها object أو مفعول. يبقى تاني ركز معايا، أنا كل ده بكلمك على step 1 اللي هي ليها علاقة بفعل القول. أنا بقول لك لو لقيت عندك فعل القول say أو says أو said سيبه زي ما هو، وأنا هنا عملت كده، بقول سلمى said أهو. لما لقيت عندي said نزلتها زي ما هي إيه؟ said، ما غيرتهاش. طب لو كانت said to، لا لو كانت said to هخليها أنا told. يبقى أنا عندي أهو أدي أول خطوة أنا بعملها أهي ليها علاقة بفعل القول. طيب الخطوة التانية أسهل خطوة فيهم، وهي إيه؟ أحذف الأقواس وأربط بذات زي ما أنا عملت أهو. بص كده أقول لك إيه؟ هقول لك احذف الأقواس واربط بذات. بس هي دي الخطوة، هي دي الخطوة بس، خلاص كده خلصت. يبقى دي الخطوة الأولى ودي الخطوة التانية. الخطوة التالتة هي اللي فيها شغل كتير، وهي دي أساس الدرس بتاعي، بس إن شاء الله تبقى سهلة. ركز معايا. قال لي الخطوة التالتة بتاعتي هي مش الخطوة نمبر 3 أو ستيب 3، so I change 3 things، فأنا بغير 3 حاجات. طالما هي الخطوة التالتة يبقى أنا مطلوب مني أغير 3 حاجات. إيه هم بقى؟ أول حاجة أنا بغيرها هي pronouns الضمائر. تاني خطوة بغيرها وهي tenses الأزمنة. وتالت خطوة أنا بغيرها هي الكي ووردز
الكلمات الدالة. يعني ايه يا ميس؟ تعالى نرجع للمثال. انا هنا هي قالت I like pizza وده كان كلام مباشر، جيت انا احوله غير مباشر، قمت انا مش I ده ضمير، انا غيرته خليته ايه؟ she. يبقى انا اهو بغير الضماير. هقول لك بغيرها ليه دلوقتي. طيب وبقول لك بغير الازمنه، هي مش قالت like ده كان مضارع يا ميس. طيب انا خليته ايه؟ بص كده like خليته liked، خليته ماضي. لو كان عندي كلمه داله هنا كنت غيرتها، بس انا ما عنديش. يبقى انا بغير الضماير والازمنه والكلمات الداله. تعال اقول لك ليه بغير الضماير. هي لما جت تتكلم بتقول انا احب البيتزا. انا لما اجي انقل كلامها هقول انا احب البيتزا ولا هي تحب البيتزا؟ هي. طب لو كان ولد اللي بيتكلم بقول لك احمد سيد مثلا I like pizza، احمد قال انا احب البيتزا. لما اجي انقل كلامه هقول ايه؟ احمد said that he liked the pizza، بدل I خليتها هي على حسب الشخص اللي بيتكلم. يبقى دي موضوع الضماير اهو، عرفنا بنغيره ليه. طب والازمنه؟ اقول لك ليه بنغير الازمنه. انا دايما في الازمنه برجع خطوه لورا. يعني ايه برجع خطوه لورا؟ انا دلوقتي بقول لك حاجه، فده الكلام المباشر بتاعي، انت خدت الحاجه دي ورحت تنقلها. هو مش كده الحاجه اللي انا قلتها دي يعتبر بقت ماضي؟ طبعا، ما انا قلتها وخلاص وانت واخدها رايح تنقلها، يعني الكلام بتاعي ده بقى ماضي. فانا دايما برجع خطوه لورا في الازمنه. ازاي؟ لو انا عندي لقيت الزمن بتاعك present مضارع زي ما احنا لقيناه خليه ماضي past زي ما حولناه. طب لو لقيته past ماضي خليه past perfect ماضي تام. مش انا بقول لك دايما برجع خطوه لورا؟ يا ميس دايما برجع خطوه لورا. طب انا لقيته present، يعني بص كده لقيته عندي present simple مضارع بسيط، ارجعه انا للزمن اللي اقدم منه اللي هو الباست simple الماضي البسيط. طب لقيته present continuous اللي هو المضارع المستمر، ارجعه للزمن اللي اقدم منه اللي هو past continuous الماضي المستمر. طب افرضي يا ميس الزمن جالي اصلا past ماضي، اخليه انا اقدم زمن عندي الباست بيرفكت اللي هو had والتصريف الثالث. طيب يعني يا ميس الدرس ده انا بحله ازاي؟ انت بتعمل كده، جات لك مضارع خليها ماضي، جات لك ماضي خليها ماضي تاني. طيب وهوريك دلوقتي احنا بنحل الحل ازاي، بس نرجع تاني. انا عندي هو دي الطريقه بتاعه الدايركت والاندايركت زي ما قلت لك كده. انا عندي ادي اهو الطريقه اللي انا بحول بيها الجمل، وعايزين نحل بقى على الدرس ده كتير لان الدرس ده بيجي بالحل. طبعا لسه ما خلصناش، في ملاحظات وحاجات اقولها لك، بس عايزين نحل الاول وبعدين نكمل مع بعض. يلا بص معايا كده، تعالى كده نشوف الاسئله اللي موجوده دي. بقول لك هنا the governor said that the park space the biggest in Egypt. المحافظ قال ان الحديقه ايه الاكبر في مصر. طيب عايز ما تتلخبطش في الجمله رجعها لاصلها. هو قال ان الحديقه تكون الاكبر في مصر. لما اجي انقل كلامه هرجع بالزمن لورا، يعني هرجع الفعل ماضي. هو قال the park is، خليها انا the park ايه؟ was. طيب سما told منى she didn't feel better وجايب لك now من الكيوردز او من الكلمات. قلنا بنغير 3 حاجات: pronouns ضماير، keywords كلمات داله، وtenses ازمنه. now بتحول ل then. بقول لك he told me that it space a holiday next day. طيب احنا اتفقنا ان انا عندي will في ال indirect تحول لايه؟ لwould، يبقى الاجابه it would be. بقول لك the housewife space the thief had stolen the house last night. طيب هو انا عندي عايزه اقول قالت، لان خد بالك had stolen دي ماضي، يبقى say ولا said؟ My father space us that he had bought a new mobile وجايب لك said to.
ايه ده يا مس؟ طب دي مشكلتها ايه؟ لا طبعا مشكله، احنا اتفقنا ان انا عندي said to تحول ل told، يبقى انا عندي الاجابه هتبقى told، اخبر. الدرس يا شباب لو حتى يبان ان هو صعب شويه او فيه مشكله شويه، صدقني بيبقى اسهل مما تتخيل. يلا كده نرجع. انا بس عندي 3 ملاحظات، تعال حتى نقولهم من هنا من الكتاب. انا عندي في 3 cases او 3 حالات I don't change tense، انا ما بغيرش الزمن لو لقيتهم. ايه هم بقى؟ اول حاجه قال لي لو كان عندي فعل القول بتاعي مضارع، يعني كان say او says، ساعتها بعمل كل حاجه وانا بحول من دايركت لاندايركت الا الزمن، بسيبه زي ما هو. بمعنى بقول لك my mother says، اذا لقيت فعل القول says او لو لقيته say، طيب يبقى انا قبل ما اكمل ابقى عارف ان الزمن اللي جوه الاقواس ده انا مش هغيره، هسيبه زي ما هو. يعني لو هو فعل القول ما كانش says، انا كنت زماني غيرت الزمن ده، بدل ما هو I am visiting كنت خليته ايه؟ was visiting، رجعته ماضي. انما فعل القول says I am visiting your aunt tomorrow. بص كده بقول لك ايه؟ mother says that she، غيرت اهو ادي الضمير بتاعي، بس سبت الزمن زي ما هو she is visiting my aunt tomorrow. يبقى انا عندي اهو ادي اول حاله. تاني حاله لما يكون عندي بيعبر عن fact او حقيقه. بمعنى ايه الحقيقه؟ اقول لك مثلا the lion او lions eat meat، الاسود تاكل اللحم، دي حقيقه صح ولا مش صح؟ يبقى انا عندي ما بغيرش هنا الزمن بتاعي. يعني بص كده بقولك the teacher said، المدرس قال lions don't eat grass، الأسود لا تأكل الحشائش أو الحشائش أو الأعشاب. طيب مش دي حقيقة؟ طبعا هي مش بتاكلها، هي بتاكل اللحمة. يبقى أنا هنا I will not change the tense، أنا هنا مش هغير الزمن بتاعي. فبقولك the teacher said that lions don't eat grass، يعني المدرس قال إن الأسود لا تأكل الأعشاب. وتالت وآخر حالة عندي لما يكون الكلام short time ago أو منذ وقت قصير لسه حاصل حالا. يعني إيه؟ بص أقول لك إيه؟ أيمن said just now، كلمة just now يعني حالا، لسه قايل دلوقتي. إحنا أصلا بنغير التنسز عشان أنا بقول إن أنا قلت كلامي، فبعدها أنت مشيت ورحت أي مكان، فأنا الكلام اللي أنا قلته يعتبر خلاص بقى ماضي. إنما بقول لك just now لسه قايل حالا، فهنا مش هغير الزمن. اهو just now I am busy، انا مشغول، هغير الضمير عادي. ايمن said just now that he is busy، هو مشغول. يبقى انا عندي اهو ادي ال3 حالات اللي مش بغير فيهم الازمنه. I told you before، وقلت لك قبل كده ان انا عندي اللي قدامك ده you should memorize it. يعني انا عندي احنا لما انا جيت اجاب لي كلمه now وعايزني احولها لذن، لو انا ما حفظتهاش هل كنت اعرف حل السؤال؟ طبعا لا. نفس الكلام باقي الحاجات. انا عندي الجرامر فيه جزء شرح وفهم وجزء حفظ، لو ده او ده انت ما عملتوش هتلاقي عندك جاب وهتلاقي ان انت مش عارف تحل. طيب نرجع بقى لدرس الباست بيرفكت اللي احنا كنا هنشرحه، وقلنا عشان ما تتلخبطش. وبص معايا كده، قال لي عندي كلمة الباست او زمن past perfect، ألا وهو الماضي التام. حلو، يعني ايه ماضي تام؟ بص كده معايا، انا عندي كلمة ماضي بسيط او past simple، يعني حدث واحد بدأ وانتهى في الماضي. بمعنى I traveled to Luxor last year، انا سافرت الأقصر السنة اللي فاتت. We swam in the sea yesterday، احنا سبحنا في البحر امس. يبقى انا عندي ده past simple لانه حدث واحد. طيب امال الباست بيرفكت؟ قال لي لا، انا عندي الباست بيرفكت ده عندي حدثين مش حدث واحد. ايه هم بقى؟ بص كده، قال لي حدثين مالهم متتاليين. يعني ايه متتاليين؟ ورا بعض. الأول ماضي تام، والثاني ماضي بسيط. ركز بقى كويس عشان الدرس ده دي أهم حتة فيه. بقول لك past perfect أو ماضي تام هما حدثين two actions، مالهم
متتاليين. يعني ايه متتاليين؟ حصلوا ورا بعض. طيب اللي حصل الاول، الحدث اللي انت عملته الاول او الاقدم، هو ده الايه؟ الماضي التام. طب واللي حصل بعده ماضي بسيط. يعني بص كده، بقول لك انا ذاكرت وبعدين نمت. انت عملت ايه الاول؟ ذاكرت. اللي انت عملته الاول ماضي تام، هادو تصريف ثالث. طب والحدث اللي بعده past simple. طب يلا انا بقول لك مثلا انا ايه، اتعلمت انجليزي وبعدين اشتغلت. طيب انت عملت ايه الاول؟ اتعلمت انجليزي الاول، يبقى دي اللي هتبقى هادو تصريف ثالث. طب واشتغلت هتبقى past simple. هو ده باختصار الدرس بتاعي، ان انا عندي حدثين في الماضي حصلوا ورا بعض. اللي انت عملته الاول حط له هادو تصريف ثالث، واللي جه بعد كده past simple ماضي بسيط اللي لسه شارحينه من شويه. طيب يبقى انا الجمله عندي بتبقى كالاتي: اول حاجه السبجكت الفاعل، وبعدها had والpast participle او الفعل تصريف ثالث، والجمله الثانيه بتاعتي بتكون past simple او ماضي بسيط. يعني اقول لك ايه؟ بقول لك after I had studied I slept. هنا بقول لك ايه؟ بقول لك بعد ما ذاكرت نمت. ايه اللي حصل الاول؟ ذاكرت. عشان كده عشان ده الحدث اللي حصل الاول فانا جيت حطيت له had، وادي الفعل في التصريف الثالث. طب واللي عملته بعد كده past simple، فانا جيت حطيته اهو ادي V2 الفعل في التصريف الثاني. يبقى انا عندي ادي التكوين بتاع الزمن بتاعي. يبقى انا عندي اهو الجملتين. طيب طبعا المشكله عندي مش هنا خالص، المشكله عندي ان هو جايب لك لينكرز او روابط كتير جدا وطالب منك ان انت تحفظ. خد بالك اصل انا بعد الرابط ده بجيب باست سيمبل، لا ده بعد ده بجيب باست بيرفكت. طيب انا هعلمك طريقه اسهل من كده بكتير، واهم حاجه بس ان انت تكون فاهم العنوان اللي انا قلته لك ده. تعالى هوريك في الكتاب بس معايا. بص كده، ادي عندي اللينكرز او الروابط اللي هو جايبها لك. انا جايب لك عندي كلمه after وكلمه as soon as. after معناها بمجرد ان، after معناها بعد، و as soon as يعني بمجرد ان. طيب هو جاي يقول لك انا عايزك تحفظ معايا ان انا عندي كلمه after وكلمه as soon as بيجي بعدهم past perfect او ماضي تام اللي هو had والتصريف الثالث، والجمله الثانيه بتبقى past simple او ماضي بسيط. طب ما تيجي يعني نشغل مخنا شويه. هو انا عندي كلمه after يعني بعد. طب يلا انا واحد بيقول لي، طيب بيقول لي انا ذاكرت الاول وبعدين نمت. طب يلا ايه اللي حصل الاول؟ انا ذاكرت. يعني الحدث الاول اللي هو ماضي تام هو ده اللي هيبقى فيه had وتصريف ثالث. فهو هيقول لي ايه؟ بعد ما ذاكرت نمت. يعني انا كلمه بعد اصلا جه بعدها الحدث الاول اللي هو had وتصريف ثالث. والله انت شايف ان انت اسهل لك انك تحفظ ان هو بيجي وراهم براحتك، بس يعني انا شايفه ان الطريقه اسهل بكتير. يعني بقول لك after he had parked his car، بعد ما ركن عربيته he went to work، هو راح الشغل. طب هو هيعمل ايه الاول؟ هيروح الشغل ولا يركن العربيه الاول وبعدين يطلع؟ اكيد هيركن العربيه الاول، فهو ماضي تام. طيب he had breakfast as soon as he had washed his face. يعني بقول لك بمجرد ما هو غسل وشه هو تناول الافطار. حد بقى يقول لي ايه ده يا ميس؟ هو ازاي الجملتين جايين ماضي تام؟ لا طبعا انا الماضي التام had وتصريف ثالث. دي جمله past simple ماضي بسيط. had يعني تناول، كل الفطور بتاعه. طيب انه بيقول لك ايه بقى؟ before و by the time و when. before معناها قبل، by the time قبل، when عندما. بيقول لك before بقى و by the time و when العكس، الباست سمبل اللي بيجي الاول وبعدين الباست بيرفكت. طب ما ده طبيعي. before دي معناها قبل هيجي بعدها الحدث اللي انا عملته بعد كده. يعني ايه؟ بقول لك before he arrived، قبل ما يوصل his uncle had left to منصورة، عمه غادر المنصورة. يبقى انا عندي اللي حصل الاول ان عمه راح المنصورة. طيب ايه اللي حصل قبل كده؟ he arrived. يبقى before و by the time و when بيجي بعدهم الباست سمبل او الماضي البسيط. بص بقى ركز معايا في الحته دي كويس. بيقول لي لو انا وانا بحل كلمه after
وكلمة before ما لقيتش بعدهم subject، ما لقيتش بعدهم فاعل، اعمل ايه؟ بص كده، after ما لقيتش بعدها فاعل، before ما لقيتش بعدها فاعل، احط للفعل بتاعي ing. يعني بقول لك after parking his car he went to work. بعد ما ركن السيارة هو راح الشغل. طب نفس الكلام before watching TV he had studied his lesson. يعني قبل ما يتفرج على التلفزيون هو ذاكر الدروس بتاعته. نيجي بقى عندي في كلمتين، كلمة until وكلمة till. كلمة until و till الاتنين معناهم حتى، وبيجي قبلهم must probably أو في معظم الأحوال negative past simple اللي هو ماضي بسيط منفي، اللي هو بيكون بكلمة didn't أو wasn't أو weren't. والجملة اللي بعد كده بتكون past perfect ماضي تام اللي هو had والتصريف الثالث. ازاي؟ بقول لك he didn't watch TV. هو ما اتفرجش على التلفزيون. بص كده ترجمهم إلا بعد. هو ما اتفرجش على التلفزيون إلا بعد ما عمل الواجب بتاعه. يبقى أنا عندي أهو هو عمل الواجب الأول عشان كده جت ماضي تاني. وهنا أهي أدي ماضي بسيط منفي. The car wasn't sold. السيارة لم تباع، ما اتباعتش. till إلا بعد he had repaired it. إلا بعد ما صلحها. بعد كده سارة and منار weren't happy. هما ما كانوش سعداء until إلا بعد their mother had come. إلا بعد مامتهم ما جت. طيب عندي كلمة because و as. كلمة because و as الاتنين معناهم لأن، بيجي بعدهم السبب. يعني إيه؟ بقول لك علي was tired. علي كان تعبان because he had worked hard. ثانية واحدة، هو إيه اللي حصل الأول؟ إيه السبب اللي تعبه؟ إن هو إيه؟ إن هو اشتغل، يعني ده الحدث الأول، عشان كده جبت had وتصريف ثالث. طب والحدث اللي بعد كده إن هو كان إيه؟ تعبان. نفس الكلام. ندى succeeded. ندى نجحت. as she had studied hard. هي عملت الأول، ذاكرت الأول ولا نجحت الأول؟ لا هي ذاكرت الأول. يبقى أنا عندي أهو had وتصريف ثالث، وادي الجملة الثانية past simple. طيب so بقى و that's why العكس بيجي بعدهم لذلك أو لهذا السبب. يعني إيه؟ بص كده بقول لك علي had worked hard. علي اشتغل بجد. so عشان كده أو لذلك he was tired. هو كان تعبان. أنا عندي هنا بيجي بعد so النتيجة. تمام؟ يبقى هيجي بعدها الحدث اللي حصل بعد كده. بقول لك نادية had studied hard. نادية ذاكرت بجد. that's why she succeeded. النتيجة إن هي إيه؟ نجحت. طيب عندي بقى بيقول لك بص خد معايا ان انا عندي كلمه باي وكلمه بيفور ممكن يجي بعدهم وقت محدد في الماضي. يعني احنا عارفين ان باي وبيفور بيجي بعدهم الباست سمبل او الماضي البسيط. قال لي ان انا ممكن يجي بعدهم وقت محدد في الماضي والجمله الثانيه اللي بعدها تكون had وتصريف ثالث. ازاي؟ بقول لك before the beginning of the 17th century. يعني قبل بدايه القرن ال17. astronauts had only studied space with their own eyes. رواد الفضاء درسوا الفضاء بعينيهم المجردة. يبقى أنا عندي أدي before جه بعدها ما جاش past simple، جه وقت محدد في الماضي اللي هو القرن ال17 سوري. نفس الكلام بقول لك by 2001 يعني قبل 2001. أدي by ما جاش بعدها past simple، جه بعدها مدة. بقول لك by 2001 my uncle had built his house. قبل سنة 2001 عمي بنى البيت بتاعه. أو before my last birthday قبل آخر عيد ميلاد ليا I had bought a bike. أنا اشتريت عجلة. بس يبقى ادي اهو الدرس بتاعي اللي هو ثالث درس عندي في اليونت ده، اللي هو خدنا ال present perfect وال present perfect continuous وده كان ال past perfect. طيب الحمد لله احنا خلصنا ال direct وال indirect. اتفضل لي reason and contrast و future with will. يلا يا كتاكيت نكمل. we still has reason and contrast. بص كده معايا. يعني ايه reason and contrast؟ reason يعني السبب وcontrast يعني التناقض. يعني ايه؟ بص كده معايا. انا بقول لك why are you late؟ انت متاخر ليه؟ لماذا انت متاخرا؟ فانت تقول لي معلش والله يا مس
because I was asleep. أنا كنت نايم. خير إن شاء الله. طب أنا عندي كلمة because اللي أنت قلتها دي هي جت عشان تقول لي السبب، أو كلمة this is because، أو كلمة that's why. الثلاث كلمات اللي عندك دول كلهم بيعبروا لي عن السبب. أقول لك إيه؟ The traffic was crazy. That's why I am late. يعني الدنيا كانت زحمة جدا، لهذا السبب أنا متأخر. I didn't do the homework. This is because I was tired. أنا ما عملتش الواجب، ده بسبب إن أنا كنت تعبان. يبقى أنا عندي الثلاث كلمات اللي قدامك دول بيجي وراهم السبب reason. طبعا عندي because معناها لأن، this is because هذا بسبب، that's why لهذا السبب أو لهذا. كلهم من الآخر ترجمهم عشان، يعني حاول ترجمهم الحاجة اللي يعني make sense with you. عشان كنت نايم، عشان المواصلات كانت زحمة، عشان أي حاجة. طيب أمال إيه miss contrast؟ ده بقى اللي أنا طول النهار فيه، التناقض. يعني إيه التناقض؟ مثلا أنا نفسي أنجح، طب ما تذاكر. لا مش الدرجات دي، ده اسمه إيه؟ تناقض. طيب مثلا عملت الواجب، طب كويس، سبته في البيت، ده إيه؟ تناقض. يعني إيه تناقض؟ حاجة وعكسها. إيه الكلام اللي بتقولوه ده؟ يا ميس أنا والله ما اتكلمت، والله أنا كنت بقول لها على حاجة. يعني بالظبط هو ده ايرور بالظبط كده. هو ده اسمه إيه؟ contrast. الكلمة جملة وعكسها، جملة وعكسها، ما أنت مش فاهم فيه إيه. طيب أنا بعبر عن التناقض بيه عندي 3 words. أول كلمة منهم وهي كلمة however، تاني كلمة nevertheless، وتالت كلمة but. التلاتة اللي قدامك دول معناهم وبالرغم من أو ومع ذلك، وبات معناها ولكن. مالهم بقى؟ بيعبروا عن التناقض. يعني أقول لك إيه؟ I'm very tired. أنا تعبان قوي. However I should work more. بالرغم من ده أنا هشتغل. ده إيه؟ تناقض. تعبان المفروض أرتاح، يبقى أنا عندي إيه؟ تناقض. بقول لك إيه؟ بقول لك I like pizza but I don't like مثلا fish. ده تناقض. هنا بقول لك بحب حاجة، والناحية التانية بقول لك بكره حاجة تانية، يعني حاجتين عكس بعض. فأنا عندي لما عاوز أعبر عن التناقض أو الكونتراست بستخدم يا however يا nevertheless يا إما but، حاجتين عكس بعض. إنما السبب because this is because we that's why. طيب دول سهلين جدا، مفهمش أي حاجة، حتى الأسئلة عليهم سهلة. and we still have the last thing finally الحمد لله وصلنا لآخر درس معايا، ألا وهو ability in the future. بس الأول هنتكلم عن الفيوتشر وبعدين نشوف الability إن شاء الله. كلمة future أو كلمة مستقبل يعني something is going to happen، حاجة لسه هتحصل. هي حصلت؟ no، بقول لك مستقبل، لسه هتحصل. طيب أنا في العربي بعبر عن المستقبل بكلمة سوف، وفي الإنجليش برضو بكلمة سوف. يعني إيه سوف في الإنجليش بقى؟ مديني future with will، المستقبل باستخدام كلمة will. حلو، قلنا will معناها سوف. طيب أنا عندي عشان أكون جملة في المستقبل آدي السبجكت الفاعل، بعد كده will اللي هي معناها سوف واختصارها apostrophe ll، أو will not اللي هي معناها لن واختصارها want. وطبعا بعد will أو will not الفعل عندي infinitive مصدر without any additions، من غير أي إضافات. يعني مثلا أجي أقول لك I will travel to Greece in the future. يعني ايه؟ بقول لك انا، وانا هنا بتكلم عن نفسي، انا سوف اسافر الى اليونان في المستقبل. ادعوا لي بقى، ادعوا لي.
طيب انا هنا بقول لك على حاجه لسه هتحصل فين؟ في المستقبل. انا لسه ما سافرتش، بس ان شاء الله هسافر. يبقى انا عندي بص كده استخدمت ايه؟ اديني جبت will اللي هي معناها سوف، وطبعا بعدها infinitive مصدر. طيب وانا عندي اهو كلمه in the future يعني في المستقبل، هي دي الكيورد اللي بتعبر عن المستقبل. يبقى انا عندي اهو. طب عايزه اقول لك ايه؟ هي مش هتنجح في الامتحان، ده مستقبل، ان شاء الله تنجح. عايزه اقول لك هي لن تنجح في الامتحان. لن يعني ايه؟ لن يعني won't. يبقى انا هقول لك she won't succeed in exam. بس اديني عبرت لك عن المستقبل، بس مستقبل ايه؟ منفي. طيب يا ترى ايه الكلمات اللي بتيجي تعبر لي عن الفيوتشر او عن المستقبل؟ طبعا هي كلمات كلنا عارفينها. اشهر كلمه فيهم weird. هو عمل كده ليه؟ هي كلمة tomorrow غدا، وكلمة next التالي، in وبعدها وقت في المستقبل. أقول لك in 2050 2050. كلمة in the future زي اللي احنا قلناها اللي هي في المستقبل. كل الحاجات اللي قدامك دي بتعبر لي عن الفيوتشر أو عن المستقبل. يبقى أنا عندي آدي المستقبل اختصارا. طبعا ده درس احنا خدناه قبل كده كتير جدا جدا، درس لذيذ يعني. اليونت الأخيرة دي أصلا إيه؟ بيصالحكم بيها. طيب جينا بعد كده بقى قال لي ايه؟ طيب انا بقى مش عايز بقى ايه؟ مش عايز المستقبل، انا عايز القدره في المستقبل. بمعنى اقول لك يعني ايه؟ تعالى اول نشوف يعني ايه كلمه ability او يعني ايه كلمه قدره. بص كده، انا عندي الدرس بيقول لك ability in the future، القدره في المستقبل. حلو. يعني ايه ability او يعني ايه القدره؟ كلمه قدره يعني انا قادر اعمل شيء او مش قادر اعمل شيء تاني. طيب انا عندي في البريزنت او في المضارع لما عاوز اعبر عن القدره بتاعتي بستخدم عادي جدا اقول I can، اقدر اقول I am able to، I know how to do. اي حاجه من دول بقدر اعبر بيها عن القدره بس in present في المضارع. انما انا عايزه اعبر عن القدره بتاعتي في المستقبل. هو ينفع يا ميس يعني ايه اعبر عن القدره؟ طبعا. يعني مثلا انا رحت اشتركت في كورس انجلش، تمام؟ فانا هقول ايه بقى؟ ان شاء الله next year السنة الجاية أنا سوف أكون قادرة على تحدث اللغة الإنجليزية. مش أنا هنا بعبر عن القدرة بتاعتي؟ أيوة طبعا بعبر عن القدرة بتاعتي، بس فين؟ في المستقبل. إزاي بقى أعمل كده؟ بص كده وأنت قلت إيه؟ أنا سوف أكون قادر على تحدث. تعال نترجم اللي إحنا قلناه ده. بص كده هقول لك I will. أكون يعني إيه؟ verb to be. I will be قادر على able to تحدث speak اللغة الإنجليزية English في المستقبل in the future. طيب تعالى بقى ناخد الرول أو القاعدة بتاعتنا من الحتة دي. بص كده أنا هقول لك إيه؟ أول حاجة بدأنا بيها كانت إيه؟ السبجكت الفاعل، وبعد كده طبعا كلمة إيه؟ كلمة will سوف، وبعد كده جه وراها be لأن will دايما لازم يجي وراها مصدر. طيب بعد كده كلمة able to قادر على، ولازم بعدها الفعل infinitive مصدر without any additions من غير أي إضافات. يبقى أنا عندي أهو I will be able to speak English in the future. أنا سوف أكون قادر على تحدث اللغة الإنجليزية في المستقبل. طب كلام جميل. الناس المتشائمة بقى اللي أنا مش عارفة إيه السبب في كده، بس يجي يقول لك إيه؟ خلاص اشترك في كورس إنجليش وإن شاء الله ربنا هيكرمه. لا انا عارف نفسي كويس، انا متخلف. لا ليه؟ طيب انا عارف نفسي كويس، انا مش عارفه اتكلم انجليش في المستقبل. خلاص لك ما شئت. خد بالك من الكلام اللي انت بتسمعه لعقلك علشان هيحصل بجد. فيقول لك ايه بقى؟ لا I عايز انفي. لسه قلنا will يبقى will not او won't. I won't be able to speak English
in the future بس. وادي الابيليتي او القدره عندي في المستقبل، ما فيهاش اي حاجه خالص. كل اللي انا عملته كلمه able to حطيت جنبها كلمه تدل على الفيوتشر او على المستقبل، الا وهي كلمه will. طيب احنا كده الحمد لله الحمد لله الحمد لله شرحنا الجرامر الموجود عندك كله. اتمنى اكون قدمته زي ما انتم متعودين مني بشكل مبسط، والاهم طبعا من الشرح الفتره دي هو الحل. انا بس حبيت ان انا عندي الرولز كلها او قواعد الجرامر كلها تكون موجوده عندك في فيديو واحد تراجع منه دايما، زي ما عملت لك الكلمات في فيديو واحد تراجع منه دايما. عملت لك كمان الجرامر اهو، والسكيلز انا عاملاها في فيديو يا شباب، يو كان واتش ات، اللي هي الديالوج والقطعه والباراجراف، لازم تتفرجوا عليه ما ينفعش. وان شاء الله الفتره اللي جايه بقى هنبتدي حل على طول، يعني هنحل بقى التقييم بتاعه الوزاره، هنحل بقى زي ما عملت لكم اصعب 200 سؤال، نبتدي نحل محافظات مع بعض. اشوفكم السيشن الجاي. see you next time.